يا ناري لا تطفي ناري بالطاري وبكي عيون لو شعري شايب أعز الحبايب. مرحبا بكم في هذا الجزء الثالث منه أولا سبور، والجزء الأخير باش نحكوا فيه كالعادة وأنا لا تقتلينا عادة على المستقبل الرياضي بالقاسرين، والمستقبل في السكة الصحيحة يواصل انتصارات ويفوز بصعوبة على أمل جلبة هدف مقابل 0. حسين بطبيعة كنت شاهدت اللقاء هذا، كنت علقت على إيس إبراهيم، أكيد كنت في المتابعة وأكيد عندك ليزيكو على الماتش هذا. الحقيقة كانت مباراة صعيبة جدا والله كما توقعناه خويا حيدر. نحن ديجا قلنا المستقبل القاسري مقابلته امام الامل الرياضي بجربه. الجمعيات هذه في المراتب الاخيره راهي بيج، ما شويه بيج ديجا ما عنده علاش يخسر، باش يهبط لك المباراه اكيد باش يلعب فهمتي الانيماسيون ديفونسيف، باش يلعب بلوك وكذا ويلعب على الكرات المرتده. هذا كان يحصل بالنسبه للشوط الاول. المستقبل القاسري كان ممتاز تقريبا، عمل كل شيء في الكره، حطيناهم يعني في تركيبه بلوقت الكره. الامل الرياضي بجربه فاجأني بالقوه بالكونسنتراسيون الكبيره والانيماسيون ديفونسيف كانت ممتازه. كانوا تقريبا قارين ديجا حتى مدرب اطار فني للفريق الامل بجربه كان قال قلينا المستقبل الذي بيصل جيدا تقريبا على مستوى الاجنحه. كانوا يعرفوا نظام الدرهمي بالباي، كانوا يعرفوا يحيى العاشوري على الجهه اليسرى سريع جدا، تقريبا سكروا كل المنافذ. وهذا باللي بيقولوا الفريق يعني كانت المفاجاه الساره انه ابن صالح الشعباني اللاعب السابق للمستقبل القاسرين، واللاعب الذي ترعرع في الاصناف الشابه للمستقبل القاسرين اسامه الشعباني ابن 20 سنه. اليوم هو تقريبا الليبرو فريق الامل الرياضي بجربه، وكان ممتاز جدا. تقريبا كل الكرات العاليه كان ذو قامه طويله، وكانت كل الكرات العاليه الا وكان سبق عليها لاعب اسامه الشعباني. الظهير الايسر للامل الرياضي بجربه هو ابن ايضا المستقبل القاسري الموسم الفارط على الدين القرمازي، اداء متميز دفاعيا. مش متميز باش خلينا نكونوا عاقلين. اللاعبين شوف خلينا حسين نتفاعل معاك خاطر اللي يتفرج فينا. لا الانيماسيون ديفونسيف لما يجي بجربه ممتاز جدا. نعم اما ممكن نحكوا على اولاد البلاد مثلا اسامه الشعباني، ولا نحكوا على الدين القرمازي كي تشكرهم اوتوماتيكمون العباد يقول لك هاي ما غلطت ولا فاروق جناحك غلط كما خلاهمش في القائمه هكا ولا لا. الحقيقه المستوى نتاع علاء القرمازي مش على اللي اول ما تلعب مش بون على المستوى الدفاعي كان متميز على الاقل حتى في الماتش هذا. الحقيقه انا تابعت شوي حتى قد ما شفناش مثلا اللي يعاون لا جربه ولا وزع توزيعات كثيره. على مستوى الدفاع فريق الامل جماعيا خلينا ما نتعدوش على هيك زعما على القرمازي كان جا في القاسرين يوجد بلاصه ويقدم اضافه كما نحبوها ولا لا؟ صعب مع زوز ساحي غيث الساحي ولاعب محمد الامين بن مسعود. بالنسبه نحبوه ماذا بينا يتالق ونحبوه يرجع للقاسرين ان شاء الله. لما لا يرجع للقاسرين يكون متميز، واكيد باش يكون عنده باش يقدم اكيد بمرور البطولات بمرور المباريات مع فريق الامل بجربه في رابطه المحترفين. اكيد اللاعب يربح خبره واكيد باش يتكون ويكون افضل من المواسم الفارطه. جماعيين الانيماسيون ديفونسيف لما الذي بجربه ممتازه جدا. مستقبل القاسرين تقريبا صعوبات بالجمله. اول مباراه مستقبل القاسرين فيها صعوبه على ميدانه في تسييم امام المرمى، وخاصه في الكرات العاليه. كان اسامه الشعباني سباق تقريبا عديد الكرات اللي قطعها حقيقه ممتاز. فاجأني اللاعب هذا اللي بيرو فريق الامل الذي بجرب. بالنسبه لمستقبل القاسرين الشوط الثاني مفاجأة أخرى، الأمل الذي بجربه كان تقريبا في الشوط الأول كله في الدفاع، وكان يشاهد مستقبل القاسرين يمر في تمريرات قصيرة، وكان حتى على مستوى فكان الكرة قلت لي أنت كالأصنام كانوا يشاهدوا. لكن في الشوط الثاني الفريق هذا يتبدل ولعب نفس هجومي، وكان ارتكب المعارك وسط الميدان وقدم الهجوم تقريبا 20 متر الأخيرة كانت اللي باس في الانترفال، وكان تقريبا العرضيات خطيرة، وكاد أنه يفتك هدف التعادل. وكانت عنده فرصة وجه لوجه تقريبا اللي نشكر الحارس الغانمي. هذا الحارس
الحارس قاعد اداء يتطور اللي انقذ مستقبل القصريين. علاش انا خيرت الغانمي اللي هو يكون بطل رجل المباراه، لانه انقذ مستقبل القصريين وفسخ تقريبا هدف 3 نقاط كان جبران. نضال دلومي تقريبا مردود كبير وممتاز، سجل ضربه جزاء تحصل عليها بكل خبره وبكل روعه وفنيته المعروفه، وسجل ضربه جزاء. مستقبل القصريين مباراه صعبه وصعبه جدا، وهذا اللي حكينا عليه، لازمها تركيز كبير في مثل هذه المباريات. نفس الوضعيه باش نمشوا نسال الجلمه تقريبا. انا نشوف الجمعيات هذه اللي هي ماتش ويت بيج وبصعوبه كبيره، لازمها برشا كونسنتراسيون، لازمها برشا صبر باش تفتك 3 بوان حقيقه. هو تو دخلنا في المرحله اللي 3 بوان اهم من كل شيء، اهم اللعب. لا هذه مباريات اللي تتربح وما تتلعبش بالضبط. ولكن اذا كان تقول لي الحارس بوغانمي هو رجل مقابله، ديما وين توجد الحارس رجل مباراه، راهو الفريق نتاعو ما اداش مباراه جيده. هذاك الشيء اللي خلى انه الكور في سما توصل للحارس ويظهر الحارس. سي ابراهيم علاش ما شفناش القصريين؟ انا الشيء اللي باش نقولوا لك بالنسبه للماتش نتاع جلمه، يلزم توا باش يجوا الماتش جلمه نعيد الكلام نتاع سي حسين على لانيماسيون اوفونسيف نتاع جربه، واقفين وقفه صحيحه، فهمتي ولا؟ عرفوا كيفاش يتعاملوا مع لي زاتاكون تاعنا، عرفوهم كيفاش يلعبوا، فهمتوا ولا؟ الشوط الثاني هو يجي يرجع للممرن، لان الممرن نتاع جربه قرا مستقبل الرياضي بالقصرين، فهمتي ولا؟ جيد، قرا خاطر شوف التغييرات في الشوط الثاني على مستوى المدرب فاروق الجنحاوي. دخلنا في كيفاش باش نقولوا بلغه الكره، الله غالب نحن هذيك الكره في تونس، دخلنا نفكروا في الاوراق الصفراء وكيفاش باش نتخلصوا مع حكم. معناها تحس حقيقه الحكم خلي يكملوا فكره حتى باش يجوها لل مستقبل الرياضي بالقصرين. الشوط الاول جتنا 2 فرص ضرب جزاء، وجد فرصه عن طريق الدلهومي، فهمتي ولا؟ ضربت على القايم، هذا هو اللي شفناه. يعطيك الصح، يعطيك الصح. معناها قبل حسان انت تقول لي الشوط الثاني ولا عرفوا نقاط القوه. انت كمدرب ديما تقرا انه تنجم ما تمشيش، البلان ما يمشيش، لازمك تحضر روحك للبلان بي، مش بالضروره باش تستنى الشوط الثاني ولا تعمل دي شونجمون. مرات راهو حتى الخطه بيدها تتبدل وسط اللعب. هو قاد شوف دو شونجمون، اللي على اليمين يمشي على اليسار واللي على اليسار يرجع شوي. قلت لك الممر نقرا مستقبل رياضي بالقصرين بالقدام تاع. وعلاش مدرب مستقبل القصرين؟ اش عملنا نحن؟ تو عندنا 3 تغييرات. سامحني يا سي ابراهيم، عندنا 3 تغييرات. اصابه حسيتك تفك في الكلمه برشا. خليه يفك، ما يصيرش، خليه يفك. لا نتفاعل معاه سي ابراهيم. شوف سي ابراهيم مستقبل رياضي بالقصرين انا من الناس اللي راهي امي يصل، فهمتي ولا؟ نحن ما نشكوش في الشيء هذا سي ابراهيم. لا انت خرجت على الموضوع سي ابراهيم. بالنسبه اسمع، خرجت على الموضوع. نحن نحكوا مقابله مستقبل القصرين. هو يحكيك يحكيك في صلب الموضوع. هو يحكيك انت قلت مدرب تاع جربه قرا اللعب ومفاتيح اللعب تاعنا تقريبا حد من الخطوره نتاعو، ولا يلعب عليه كونتر. يعطيك هو سي ابراهيم قال لك انت هذاك كيما المدرب هذاك قرا، يلزم حتى نحن المدرب تاعنا يقرا اللعبه ويبدل مفاتيحه وسط اللعبه حتى وسط الشوط الاول. شنو اللي صار 3 تغييرات. عصام الدخيلالي اصيب، دخل بلال الفقراوي. علاش باش نمشوا للدفع؟ انا جايين التغييرات باش نحكوا عليها. خليه يكمل الريزوم نتاعو. عصام الدخيلالي ما كانش مصاب هو؟ لا ما كانش مصاب، هو صاب لا عنده إصابة. تقول لي ما عندوش إصابة؟ عنده إصابة قبل المقابلة، ويمكن حتى ضد جلمة مش باش يلعب، فهمتي ولا؟ بالنسبة للأوراق الصفر شكون اللي خذاها ورقة صفر؟ قصيد خلالي لاعب مدافع في اللاكس مع مستقبل القصيم. ديجا الكوتش فاروق الجنحاوي خرجه ودخل في بلاصته ايوب القريشي، وفي وقت خطير لامل الرياضي بجربه كانت ضاغطه وكان تنجم تعدل النتيجه، كنا نجموا فكونا 2 بوان، لكن فاروق الجنحاوي يعني راهن على ايوب القريشي وخرج قصيد خلالي تقريبا خايف عليه من الدوزيام افيرتيسمون، وديجا حتى لطيفي خذا لافيرتيسمون دوزيام افيرتيسمون وخذا الورقه الحمراء. مازال عندنا هو خاف على الوقت باش نحكوا على هذا الشيء اللي يخوف، هذا الشيء اللي يخوف. اما خلي روس ابراهيم الريزونمون تاعو صحيح برشا، خليه يكمل. بالنسبه لي انا هذا الشيء اللي يخوف، النقص العددي نتاعنا نحن اللي وقع المره اللي فاتت ورقه حمراء للطيفي وقصي مضروب، فهمت لا؟ قدام جلمه راك مش تلقي
معنى الاضافه نتاع الجمعيه اللي باش تعطيك الحق باش توصل تربح به. لان الشيء اللي يخوفني ضد جربه من الجمعيات اللي هي راهي تعرفنا بالكدا جربه لا جربه ساعه جربه ربحنا الجمعيات راهي تعرفنا، الجمعيه دي تعرفنا بالكدا وتعرفنا وشنو المستوى نتاعنا، فهمتي ولا؟ وقت اللي جت لهنا راهي تعرف القاصرين في بلادها ما تخسرش. يا سي ابراهيم راهي مستقبل القاصرين تو في المرتبه الاولى والجمعيات الكل تقرا لها حساب. تعرف معناها في المرتبه الاولى سامحني لان الناس كلها مازالت حتى من المرتبه الاخرانيه مازالت تقد لا نحكي بون انت باش تلعب ضد فرق في المراتب الاخيره ولا في وسط الترتيب ديما يخزر لك انت في المرتبه الاولى ويحضر لك جيدا انت انت يحضر لك اي جمعيه باش تحضر لك ديجا لما هذا بيجرب 4 ولا 5 نقاط وعملت لك مباراه كبيره وكبيره جدا كانت نجم تنتصر. بون علاش قلت ناري ماتش شويه بياج هذيا يلزمك تعرف فيش يعني تعرف فيش تفك البارتي نتاعك باي طريقه كانت. وراو الاهم هي 3 نقاط، مش المهم انك تلعب المباريات هذه تتفك وتربحها وما تتلعبش نفسها تقريبا نسر جلمه راهو باش نلقوا نفس الوضعيه نفس الصعوبات. ان شاء الله مستقبل القاصرين يلقوا الحلول. اكيد عندنا لاعبين ابناء القاصرين اللي حقيقه في كل مره كي ياخذ لاعب من الريكروتمون من المنتدبين جدد ورقه حمراء نلقوا لاعبي من القاصرين ومن الموسم الفارط تقريبا في نفس المركز ويؤدي اداء ممتاز ويكون هو معناها رجل المباراه كما غيث الساحي اللي وقت الورقه الحمراء نتاع محمد امين بن مسعود ماتش الشبيب القيروانيه حقيقه غيث الساحي وقت اللي راهن عليه الكوتش فاروق الجنحاوي في اول مباراه اللي امام تقدم ساقي الدير وكانت مباراه صعيبه كان قد المسؤوليه وادى مقابله ممتازه. وفي المباراه الثانيه كان عمل اسيست كره ممتازه عرضيه اللي راه يلعب دونك اكيد عندنا ايوب القريشي باش يكون قد ان شاء الله يكون في رايك محترم ومحترم جدا ونمشي معاك 100%. فقط خلي كم سي ابراهيم جملته خلي كم فكرتك. لا اول ما ننصح السي فاروق الجنحاوي اولا ساعه يلزم يعرف كيفاش يلعب الجلمه لان الجلمه راهي جمعيه ثانيه تخوف والمرتبه السابعه حتى هي قاعده ولقاء جوار وعندها ملاعبين باهيين مش مخيبين خاصه الملاعب اللي جايبينه من سبيطلس اسمه ملاعبي جايبينه الصالحي ملاعبي هذاك نوصيه فهمت بالنسبه لفاروق الجنحاوي يعمل له مركز ستريك تصل فهمت راهو قد ثم ملاعبي واحد قد يحبس البارتي نتاعو كامله. بالنسبه للصالحي من الملاعبيه اللي يتقن اللعب اللي يعرف كيفاش الكره اللي يعطيها في ظهر الادفرسير وخاصه يعرفوا الديفونس نتاعنا ثم فيها شويه ضعف قد يخلقوا لنا برشا مشاكل. ولذا بالنسبه لسي فاروق الجنحاوي يحاول يلعب لانيماسيون اوفونسيف او ميم طون يرد باله من ناحيه ديفونسيف. باش نسالك سؤال سي ابراهيم سؤال مباشر وعلى الضوء معناته نقول لك البارتي نتاع جلمه سهله ولا صعيبه؟ الجوارات خالصين دونك مو نوال لا والله الشيء اللي يفرحني لا اللي الهيئه التسييريه قاعده تقوم بالواجب نتاعها وفي كل ماتش لا تعطيهم الفلوس. باين احنا كنا على فكره الامور الماديه الاستاذ المحامي رئيس الجمعيه السابق يوسف المحمدي كان معناها مشى للهيئه التسييريه وزوز مباريات اكيد ضد جلمه والمباراه اللاحقه القادمه ان شاء الله باش يكون البريم من عنده هو ان شاء الله يعاون الجمعيه هكا سمعت بارك الله فيه ان شاء الله يدعم الجمعيه. معروف الاستاذ مش غريب عليه معروف الاستاذ هذا معروف راهو قاعد يقدم حتى عملوا اللي يعاون الجمعيات ديما لا يعاون برشا جمعيات عاون زهور عاون برشا جمعيات راهو قاعد يعاون جهوي هو الحقيقه باهي شوف خلينا نستغل الفرصه اللي هنا باش نقول معناها الناس اللي تكتب في الفيسبوك تعقلوا واللي يحب يعاون الجمعيه واضحه قدام الناس الكل. من غير سبان ومن غير معناها اللي ما سمعناش راهو ثم عباد تعاون ما تحكيش ما يحبش يسمع اي وثم اللي ما نعرفوش على ظروفه وثم اللي مش موجود لهنا واللي ثم ما نعرفوش على ظروف العباد فاللي عاون بارك الله فيه واللي ما عاونش بارك الله فيه. اما من غير سبان ومن غير تجريح وقبل ما تلوم اكس وجريك تفضل انت اللي قاعد ورا ليكرون تفضل انت وعاون ب 20 دينار مش ما نحكوش على خويا حيدر شوف نحن اليوم تقريبا في الجولة 9 قريب لالي معناها بشوفة
راهي الشبيبه القيروانيه راهي أي. تلعب على الصعود اليوم في القروان، الشارع الرياضي في القروان راهي مع القروان اليوم اكثر من 400 الف دينار تقريبا تبرعات، تسكرت 400 الف دينار. وفي الميركاتو ثم لاعب من النادي الافريقي تقريبا باش يرجعوا لاعبيتهم في الميركاتو، فريق عازم على الصعود. لذا مستقبل نادي بالقاسرين يلزموا في الثلاثه ولا 4 جولات المازال ويحقق نتائج ايجابيه حتى يبقى يحافظ على الصداره. وفي الميركاتو يلزم لاعبيه اليوم راهو باش يقوى الريتم، مش الجمعيات باش لعبت معها في الالير في الروتور باش تبدل ما عادش تعرفها. اليوم راهو في الميركاتو الناس الكل محضره ارواحها، الناس الكل عندها فلوس. المستقبل هذه بالقاسرين اليوم خليني نكون واضح وصريح. مثلا العباد اللي خليني نقول اللي تسب في وجدي بوعزي ولا تسب في كريم حكي مثلا، انت ايش قدمت للقاسرين؟ حاجه ثاني حاجه راهو الجوارات هذوما ما نسبوهمش، راهو نسبوهم نحط روحي مثلا، نحط روحك انت اي واحد شكون اللي يرضى على روحه السب؟ راهو حتى اللي تسبوا امه راهو ينجم يتغشى عليها. شوف هذا مش من مستواه، بالضبط هذا مش من مستوانا ومش من مستوى جميع مستقبل القاسرين. وجدي بوعزي راهو لاعب مستقبل نادي بالقاسرين وترعرع فيها ويلعب مع كيبر مستقبل القاسرين. حسين تاخذ في السياسه، لا حسين تاخذ في السياسه. مالي شكون اللي يسب فيهم تو؟ هذا مش مستوى، هذا غير اخلاقي. انا ضد، صاير ومش صاير، انا ضد وصاير موجود. صاير خلينا نعطيكنا حاجه، نحن تو مستحقين الناس الكل. مثلا راهو غدوه في الميركاتو نحن ما عندناش ساعه مارجه كبيره، يجيب تقريبا نجموا نجيبوا جوار ولا زوز، راهو باش نكونوا واضحين. هاللاعب ولا اثنين ماذا بينا ملاعبيه كبار وكبار برشا. منين تنجم تجيبهم؟ ينجم يجيبهم لك وجدي راجي يجيب لك جوار وكريم مليتوا. اكيد ثم لاعبين فوالا. سي حيدر بالله سامحني، بالنسبه لكريم الحقي ووجدي البوعزي، رئيس جمعيه رشدي العدودي رد على الجماعه هذوما اللي قاعدين يكتبوا على الفيسبوك وفهمتوا يمسوا في شخصيه في كريم الحقي ويمسوا له. قال لهم راني انا من الناس اللي اتصلت بكريم الحقي ورحب بيا وما عادش ما يلزمكمش تحاولوا باش تكتبوا فيه ولا باش راهو عطاه الاضافه وراهو عطاه وباش ان شاء الله هو تو في هو عاون لا في تنقلات البرة مش قاعد كريم حقي عاون مش عاون المواسم الفارطه وعاون حتى في اللجان مازلنا عاون برشا مرات مستقبل نادي بالقاسرين. دونك راهي الناس ما تعرفش، راهي الجماهير تجي تكتب هو كريم، راهو كريم عاون وراهو ابن مستقبل القاسرين وراهو هو فخور بفريقه وفخور بالمستقبل ويفرح بصعود المستقبل نادي بالقاسرين، واكيد باش يعاون واكيد باش يكون عنده. تفضل اللي نعرف انا على كريم الحقي اللي من كان يلعب برا في اوروبا، لعب في فرنسا، فهمتي ولا؟ عاون المستقبل الرياضي بالقاسرين ب 10000 دينار واعطاهم كره، فهمتي ولا؟ وزاد داريال ما وقت اللي توفى سي هذيك حاجه بينه وبينه هما نقولوا ايش؟ لا ما بينات لا هذا كاين هذه من الناس اللي قاعده تخدع فيه ومش مدارين. ثم حاجات يعملها الواحد مع الاشخاص وثم حاجات يعملها مع ربي وهو ما يرضاش باش تخرج للعلن. خلي اللي يقول باهي سيدي. تو باش نجي راسا مع حسين والموضوع سيدي شديد فيه انت من بكري. حسين سي ابراهيم شفنا فاروق جنحاوي من الماتش اللي فات يدخل جوار يلعب 10 دقائق يعاود يخرجوا، وهذا ثم ملاعبي اللي دخلوا بعد 10 دقائق خرجوا، والملاعبي كان متقلق برشا وعنده 1000 حق. شنو هو الشيء اللي يخلي المدرب يدخل ملاعبي يخرجوا بعد 10 دقائق؟ والله هو لاعب ستيتي راهو لاعب ممتاز ديجا، لعب المباراة الأولى لكن أصيب، هو عنده إصابة. اليوم موجود على دكة البدلاء ودخل لعب 10 دقائق وعاود خرج. وشنو الكوتش ديجا جاوب، راهو الكوتش فاروق جنحاوي ايش قال بالنسبة للاعب هذا وقت يدخل يلعب ديجا الإصابة مازال تقلق فيه، فخفنا عليه باش ما تطورش الإصابة وكذا. علاش لعب فيه؟ ولا نخرج هذا ينجم يكون خطأ. لا مش هو نجم يكون هذه خطأ. خلينا نسموا الحاجات مادام مصاب ما يقعدش على دكة البدلاء يرتاح في عقله. مصاب ما يسكيش به. لا هو هنا كاين دور المعد البدني ساق بكل شيء والممرض اللي موجود في الجمعية اون برينسيپ راهو عنده كلمته، ما يلزموش يسكت، مش يدير عليه خايف من الجنحاوي، مش يدير حتى شيء. انت كممرض تقول هذا اللاعب هذا ما يستحقش باش يلعب، عنده اصابه يلزم ما يكونش تيتولير في الماتش، ما يقعدش على دكه البدلاء يرتاح في عقله. هذا نشوف انا، هذا نشوف هذه الغلطات تاع الممرضين. ملاعبي واحد ودخل وخرج تقريبا زوج. لا ملاعبي واحد هو ستيتي اللي دخل لعب 10 دقائق وخرج
وبعد تغيير قصيد خلالي اللي كانت الناس الكل في حيره خاطر قصيد خلالي صمام الامان في دفاع مستقبل القاسرين، وفي وقت حرج اللي امل جربه كانت تنجم تعدل النتيجه، والمجازفه بايوب القريشي تقريبا في الدرجين الاخرين. قصيد خلالي حسب ما فهمتنا انه الحكم كان تقريبا لي زافرتيسمون كان ديما للاعبين اللي عندهم ورق صفر وكانوا عنده قائمه، كانوا عنده قائمه اسميه، فيمكن انا الاطار الفني لمستقبل هذه بالقاسرين فهم اللعبه انه مستقبل القاسرين مستهدف، فخرج على الاقل اللاعبين اللي باش يعمل عليهم ماتش المباراه القادمه ضد نسر جلمه، فخرج قصي وخرج بعض اللاعبين اكيد خوفا من انهم يقصيهم ما يكونوش حاضرين ضد نسر جلمه. هذا حسب رايي. سؤال ابراهيم، هل انه نخرج ملاعبي ينجم يربحني في 3 نقاط تو ونفكر في 3 نقاط اخرين مازال ما جوش، ولا نجم نخسر 3 ضم؟ معناها انت خرجت احسن مدافع كنت تنجم تقبل بونتو تاع عادل، معناها كيفاش يقولوا عصفور في اليد ولا 10 في الشجر. انت نربح ساعه الماتش اليوم وبعد بالاليات الموجوده نفكر في الماتش الجاي كل مقابله ولعبتك وظروفها، فهمت؟ لا عندي سليم لاعبين، لا مش تصرف سليم خلاص. انا ندخل ملاعبي 10 دقائق ونخرجوا، هذه غلطه كبيره ياسر بالنسبه وخروج ايضا المهاجم ريان العبدلي ودخول صادق بن سالم اللي حتى هو حتى في الربع ساعه الاخرين دخل ما عطاش مردود طيب، وكان نحسوا انه زاد يشكو من الاصابه حتى صادق بن سالم اللي هو تقريبا هذا لاعب مهاجم اللي ريكريتمون معناه وسجل هدف وحيد يعني تو ما عطاش روندمون كما قال سي ابراهيم، وديجا سي ابراهيم فهمتني. احنا حكينا ما فات. انا بالنسبه لي انا ونتحمل مسؤوليتي في الكلام هذا. لا اتصلت بالونترونور سي جنحاوي، فهمت؟ وقلت له عليها مضام الزوز عندك لافون سونتر هذا، قلت له راه مش يعطيك الاضافه، فهمت؟ واحد عمره ما ادري قداش 36 سنه ولا 37 سنه وداكوردو لعب في جمعيات كبيره ولا كل عمر ما عادش يخليه باش يقد يعطي الاضافه، فهمت؟ وديجا هاك تشوفوا النتائج نتاعو ما عطاش حتى مره وما شاركش، وعطانا الاخرى يمارك لنا بونتو سي ابراهيم ماركا هدف واحد ضد رديف. بون واش يقول لك لونترونير؟ يقول لك تعرض لإصابة عنده 3 ولا 4 ماتشات ديما هذا هو اللاعب كيفاش يلزم يقول. وعندك البدلاء دخلت تزيام ميتون باش يرجع في المقابلات شيئا فشيئا هكذا. شيخ ريان العبدلي ولد القاسرين اللي الموسم الفارط في الرابطة الثالثة مستوى رابطة ثالثة مستوى أول، اليوم يكون لك هو معناها حل ويكون هو أيضا هداف. واليوم لولا ريان العبدلي ولولا أبناء القاسرين اللي كل مرة يدخل واحد يكون في المستوى، اليوم كنا في حيرة كبيرة انتدابات باش تكون ضايعة تقريبا. خمسة نقاط نضال، 5 أهداف نضال الدرومي، 4 بونتوات يحيى العاشوري 9 وثلاثة ريان العبدلي. يعني هذوما أبناء القاسرين اللي يلعبوا الموسم الفارط تقريبا. يعني اليوم اللاعبين اللي جبتهم تو اللاعبين اللي جبتوا كيما لافون سونتر اللي جايب ب 40 مليون وبقديش عندنا برشا ملاعبيه راهم موجودين. يا سي جنحاوي راه عندك ملاعبيه ولات الجمعيه تقد تنقاجي بهم، فهمتي ولا وتعمل مخير. السؤال قبل الاخير، هل اصبح مستقبل القاسرين لعبه في ايدي الحكام؟ والله مستهدف مستقبل هذه بالقاسرين في المرتبه الاولى. لحد الان باقي نشوفوا مثلا اوراق حمراء الحقيقه كانت فيها برشا وعليها. فاكروا الورقه نتاع نضال الدلهومي، الورقه الصفراء الاولى مش في بلاصتها. المباراه الفارطه ضد المريضي بجربه كانت الاوراق الصفراء تخرج للاعبين اللي عندهم اوراق صفراء، وكانوا الحكم عنده ليسته في اللاعبين اللي باش يقصيهم من مباراه جلمه موصين عليها مصر. يمكن حتى الاطار الفني تصرف حب على الاقل ينقذ ما يمكن انقاذه، وهذا ما ينفيش مسؤوليه اللاعبين زاد في الاوراق الصفراء المجانيه. حتى الجمعه اللي فاتت ورقه حمراء فيهم ورقه كان ينجم يتلافاها ولا ايمن حمزه لطيف كان بالضبط. هذا يلزم تركيز كبير، هذا يلزم من الاول، يعني من الاول قبل المباراه فهمت الاطار الفني يحط اللاعبين في اطارهم. مباراه صعبه، كل مباراه نلعبها معناها كاني مباراه كاس، انت في المرتبه الاولى باش تكون تقريبا الناس كل حاطه عليك العينين، الجمعيات كلها محضره ليك، الناس كل تستفزك، وخاصه المباريات خارج الميدان راهو اللاعبين باش يستفزوك.
يلزم تلعب كان كوره، يلزم اللاعبين يكونوا حاضرين كان على مستوى الكوره، معناها يلزم يكونوا مركزين على مباراتهم. في القروان ديجا ثم استفزازات كبيره طاح فيها محمد امين بن مسعود وخذا ورقه حمراء اللي ضرب لاعب بالكوره. يعني راهي اللاعبين يلزمهم يكونوا على تركيز عالي جدا من اجل الظفر بثلاث نقاط مهمه ومهمه جدا امام النسف الرياضي بجلمه. ان شاء الله مربوحه المستقبل هذه بالقاسرين ان شاء الله. اكيد راهو صعيب باش تحافظ على المرتبه الاولى، صعيب، لكن يلزم خدمه كبيره ويلزم ان شاء الله اللاعبين يكونوا في مستوى الحدث و3 بوان من جلمه يدعموا ترتيب الفريق للصعود ان شاء الله. ان شاء الله. سي ابراهيم، ربحنا جلمه 3 بلاش في القاسرين في لقاء ودي قبل انطلاق الموسم، ربحنا غادي 1 بلاش، فهل يكون اللقاء القادم تأكيدا لهذه الانتصارات؟ والله انا ولا ما عندوش علاقه؟ ما عندوش الرسمي بالودي ما فماش. لا كيما ماتش اوفيسيال ولا ماتش اميكال هذا مش كيف بالنسبه لينا وما نحكمش به. الجلمه باش تلعب الكره فهمت لا 100% وباش تحاول تربح البارتي نتاعها. جلمه ذكرتني بالموسم الفارط، راهي من الفرق اللي تطور الاداء نتاعها من مباراه الى مباراه. لا فريق جلمه خاصه مع الجمعيات الكبار كما القصرين القروان كما راهي تعمل الغريب، وعندها جمهور ثاني ما يحب الكره. شنو هز ابراهيم نمشي نتفرجوا فيه هي بصراحه جلمه منبع نتاع الكوارجي. اي وراي اللاعبين نتاعنا اللي جبناهم من اللايسكا الاغلبيه نتاعهم جبناهم من الجلمه. الدربليه الكل ما شاء الله لاعبين نتاع كوره، لاعبين يفهموا الكوره. لو كنت تشوف حتى على النطاق الصغار نتاعهم كيفاش ماشيين جماعات زياد. لا جلمه مدرسه تقريبا الترجي التونسي والاولمبي البيجي. شوف جلمه كانت عندها شباب وكان عندها لجان ممتازين، لكن راهي ثم ايكيب اللي كانت هي المنسق العام نتاعها هذا في تطوير اداء اللاعبين، اولمبي البيجي اللي استثمرت في الشبان نتاع النسر الرياضي بجلمه، وكانت البيجه تكمل الخدمه وكانت هي اللي تصدر، وبيجه معروفه في العمل هذا نتاعها، وكانت تصدر اللاعبين نتاع جلمه خاصه دربلي الترجي التونسي والجمعيات الكبيره. بس يا حسين انا في الفتره اللي لعبت فيها مع لايسكا لما نلعبوا ضد سبيطله كلها دربلي، ال 11 لاعب يدربلي فهمتي باش يوريك واش معناها. كاين عندهم مدرسه نتاع كره، وكنت تشوف توا في نادي الصفاقسي في الترجي قاعدين يمشوا ولاد صغار من الجلمه قاعدين ينزلوا فيها. وايضا الاولمبي البيجي استثمرت في اللاعبين هذوما على المستوى التكوين. يحكي لي اللاعب السابق حسن نصري وقت اللي انضم للاولمبي البيجي قال لي وقتها في الفتره هذيك في اللجان كانوا يمكن ثم 4 ولا 5 دربليه، قال لي من جلمه وقتها هو كي مشى سينيور، وقتها عمره 20 سنه مشى للاولمبي البيجي سينيور وعاد في الفالحي، قال لي ثم 5 ولا 4 ملاعبيه من جلمه وقتها، وجلمه كانت مش موجوده وقتها، مش موجوده حتى في الخريطه بتاع كره فهمتني. صحيح. اخر سؤال، تكهناتكم بنتيجه المباراه؟ نتصور انتصار مستقبل القاسرين 2 مقابل هدف في جلمه. 2 لهدف لمستقبل القاسرين، ان شاء الله نتيجه متميزه برشا ان شاء الله نشوفوها. سي ابراهيم، انا باش نسكت باش قايل حد شيء. لا تخوفنا كيك باش تسكت خاطر خايف من الماتش ولا خايف من الريزلت؟ خايف ولا ما عندكش ثقه؟ لا مش ما عنديش ثقه، انا نعرف الجمعيتين الزوز المستقبل الرياضي بالقاسرين وجلمه بارتي باش تتعدى بارتي كاس حي ياسر فهمت، واللي باش يلعب خير هذاك هو اللي باش يربح. اللي يلعب خير هذاك هو اللي باش يربح. انا نتصور باش تربح مستقبل القاسرين بهدف مقابل 0 ان شاء الله تكون هذه النتيجه يا رب. ان شاء الله نكونوا نروحوا منتصرين بالله. ثم عندي صاحبي في جلمه هو خليفه تليجاني، واش قال لي هو لو كان معنا مسؤول في اللايسكا قبل وهو من جلمه، قال لنا باش ماذا بيا التعادل. نحن نقولوا هو ماذا بيه التعادل، نحن ماذا بيه نربح خاطر نحن قال القصريين نحن مستحقين الفوز. ان شاء الله يكون الفوز للقصري ان شاء الله. نقول ليه يا سي خليفه رانا نحبوك يا خليفه، رانا نحبوك وشجع لايسكا غادي من الجمعه هذه ان شاء الله 3 نقاط ان شاء الله نرجعوا فرحانين فهمت. ان شاء الله نجيبوا 3 نقاط وان شاء الله
القيروان تلعب في الركبه، تلعب مع الركبه، ما نعرفش عاد في القروان ولا لا. نورمالمون في القروان، في القروان مع الركبه. اي دونك وصلنا توا لل 37 دقيقة. هذا ختام حصتنا لليوم، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا، وان شاء الله كله خفيف الظل عليكم. توا ما بقانا كان باش نقولوا ما رضا الله الا برضاء الوالدين. تحية تونس.